السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حديث العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح. يا ميليشيات الحوثي، يا طارق نزل لا تعز. يا ميليشيات، يا ميليشيات الحوثي الإرهابية. طارق الفندم، طارق العميد طارق محمد عبد الله صالح التقى بقيادة تعز. الله، طارق محمد عبد الله صالح جمع الشمل. طارق محمد عبد الله صالح جمع الشمل بينه وبين كافة الشعب اليمني. والله يا ميليشيات الحوثي، إنه ولا بيت ولا حارة ولا شارع ولا زغط ولا مكان باليمن إلا وهو يحب طارق محمد عبد الله صالح. يا ميليشيات الحوثي، الله يا القيادة حق الحوثي ماتوا من الخوف. ما الذي تعبان، الذي جاله السكر، والذي جاله الضغط، والذي جاله المرض، والذي جاله الحالة النفسية، لما شافوا العميد طارق محمد عبد الله صالح نزل لا تعز. هذا لا، أنتم ميليشيات، أنتم ميليشيات. الشعب اليمني ما يبغاكم، الشعب اليمني ما يطيقكم، الشعب اليمني ما يبغاكم. والله لحظات، والله باقي لكم لحظات بس يعلن العميد طارق محمد عبد الله صالح عن بدء المعركة. والله ما يبقى ابن قحبة من الحوثيين، والله ما يبقى واحد منكم. قسما بالله لا يعلنوا كلهم مع العميد طارق. أنتم مجرد أدوات، أنتم مجرد ميليشيات، أنتم مجرد شوية سرق، شوية لصوص، أنتم عملاء. لكن هذا عفاش وأهل عفاش رجال دولة، رجال دولة. عفاش وأهل عفاش رجال دولة ويحبوا الشعب والشعب يحبهم. أما أنتم ميليشيات. والله لو يبدأ إعلان العميد طارق محمد عبد الله صالح ببداية المعركة اليوم هذا، والله إن أنتم يا ميليشيات الحوثي ما يبقى منكم واحد يا كلاب. طارق محمد عبد الله صالح باني في قلب كل يمني يحبه. إيش تفكروا أنتم؟ الشعب اليمني كله يحب عفاش وأهل عفاش. إيش تفكروا؟ من يقاتل مع طارق محمد عبد الله صالح؟ يقاتل مع طارق محمد عبد الله صالح من صنعاء، من عمران، من صعدة، من الجوف، من مارب، من تعز، من من ضمار، من كل محافظة اليمن، من حجة، من المحويت. أنتم شوية هلافيت، أنتم شوية قليلة. كم منكم أنتم؟ 4000، 5000. أنتم ميليشيات، لن تبنوا وطن ولن تبنوا دولة. أنتم سرق، أنتم لصوص، أنتم عملاء الإيران. العميد طارق لما الشمل، العميد طارق نزل تعز وراسه مرفوع، والكل قال له مرحبا على العين والراس يا العميد طارق. ليش؟ لأنهم عارفين إنه رجل دولة، عارفين إنه رجل دولة، عارفين إنه رجل دولة، رجل بناء، رجل اقتصاد، رجل يشتي يخدم الشعب. عيشتوا احنا بأيامكم خوف وذل. لا حوثي بعد اليوم ولا ميليشيات بعد اليوم. اليوم هو الرجل الحقيقي والرجل الوطني
هو العميد طارق محمد عبد الله صالح، وسيلتف الشعب اليمني لجانبه صغيرا وكبيرا، رجالا وأطفال ونساء، لأنه رجل دولة، مشروع دولة، رجل وطني، رجل دولة. لكن أنتم شوية ميليشيات، أنتم شوية سرق، أنتم هلافيت، أنتم نهبتوا الشعب اليمني، أنتم عملاء لإيران، أنتم أدوات، أنتم أدوات يا كلاب، يا بني الكلاب. أنا فرحان جدا 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 يوم ما نزل طارق محمد عبد الله صالح. لا تعز، الله الله يا القيادات الحوثية، واحد مريض، واحد فيه السكر، واحد فيه الضغط، واحد تعبان، واحد جيته جلطة، واحد قاله شلل، واحد قاله حالة نفسية. ليش؟ لأنه رجل دولة، رجل له هيبة، رجل له مقامه في الشعب اليمني. حط الهدنة تنتهي وتقوم المعركة، والله لا يلتف الشعب اليمني جميعا نلتف جنب العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، رجل الدولة، رجل الصمود، رجل الشجاعة، رجل الوطن. وهذا ما اكتفي به أنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موتوا موتوا يا ميليشيات الحوثي، أنتم ميليشيات سرق، أنتم كلاب، أنتم عملاء، أنتم بعتوا الشعب اليمني يا بياعين، تف عليكم يا كلاب. العميد طارق وبس، العميد طارق، تقوم المعركة قريبا إن شاء الله، وسيلتف الشعب اليمني صغيرا وكبيرا مع العميد طارق محمد عبد الله صالح. السلام عليكم. السلام.